ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد، وفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ مين فيكم قاعد زهقان ومخنوق زي كده؟ الواحد زهق من العيال وتربيتهم. كل ما الواحد يزرع في اولاده قيمة او يعلمهم شيء، حس ان في حد بيجي يهدم كل اللي بتبنيه، وهو المجتمع الخارجي. تحس ان احنا بقينا عايشين مع بعض جوه بيوت بعض. حس ان المجتمع بقى كله أوضة وصالة، كله في قلب كله. حضرتك تربي وتزرعي وتحوطي على أولادك، وكل ده ينهدم في ثواني. والعيال مش حاسة بالضغوط والمشاكل اللي في حياتنا. حس كده العيال بقت حلاليف، مش بيحسوا بحد ولا بيخافوا على حد. همهم كله الأكل والشرب وشحن الرصيد والباقة الشهرية. النت، دي كل همومهم في الحياة، وهي دي أبسط مشاكلهم. زمان زمان كنا بنترعب من أبونا أو أمنا لو عملنا غلط. كنا نخاف نرد على حد أكبر مننا، أو نتخانق مع حد، أو مثلا نغيب من المدرسة، أو ما نعملش الواجب. ودي كانت أكبر كارثة في حياتنا لو الواجب لسه ما اتعملش. كنا بنترعب من الأستاذ. كنا أول ما ندخل الفصل تحس فيه رعب من شخصية المدرس. كانت كلمة سكوت مرة واحدة مكانش المدرس يعيدها. وكنا ملتزمين بالزي المدرسي والكتب والكراريس. كنا في حصة الدين لو المدرسة وقعت علينا، عمرنا ما نسيب حصة الدين ونجري. قرآن كنا حافظين، أدعية حافظين، كل شيء يخص الدين كنا حافظينه. كنا بنخاف ربنا قوي. دلوقتي لا عيال بيصلوا ولا حتى بيحفظوا كلام ربنا، ولا مهتمين بآخرتهم إلا من رحم ربي. مشاكل كتير بتقابل كل الأمهات اللي زيي، واللي أنا واحدة منهم، مش عارفين يتعاملوا مع أولادهم صح. العيال مهما عملت ومهما حاورتهم أو اتكلمت معاهم، حس إن العيال في غيبوبة، مش فاهمة انت بتقول ايه ولا بتتكلم في ايه. هل العيب فينا ولا في أولادنا ولا في الزمن اللي احنا عايشينه؟ قولولي بالله عليكم بتتعاملوا مع أولادكم ازاي؟ وهنفضل نعلم ونربي ونجري وراهم لحد امتى؟ حد ما العمر ينتهي؟ هي دي مسؤوليتنا ومهمتنا طول العمر، اننا نربي اولادنا. وفي الاخر اللي بيتعلم واللي بيفشل. ومفيش مقارنة مع حد، لان في الاخر الهداية من عند ربنا. ومع السلامة.